مرحبا بكم في النقاش المفتوح. تخيل معايا أنك غادي للملعب باش تفرج في ماتش ديال الكرة. يعني في العادة كتمشي بواحد التوقع بسيط، باغي تشوف كرة، باغي تشجع فرقتك، تماركا شي بيت وتفرح وتمشي في حالك. تماماً. هذه هي التجربة الكلاسيكية اللي كيعيشها أي متفرج في العالم. ولكن ملي كتدخل مركب محمد الخامس وتحديدا فاش كيلعب الوداد الرياضي، هاد التجربة زعما كتغير بشكل جذري. داكشي ما بيبقاش غير ماتش ديال 90 دقيقة، كيولي بحال شي طقس اجتماعي، كيولي واحد الشحنة ديال العواطف اللي كتهز الملعب كامل. بصح وهذا الشيء هو اللي كيخلينا اليوم نوقفوا عند هاد الظاهرة، حيث صراحة الوداد الرياضي حالياً كيعيش واحد السياق اللي نقدر نسميه متناقض ومثير للاهتمام بزاف. تناقض كبير الصراحة. من جهة الأرقام كتهضر بوحدها، الفرقة متصدرة البطولة الاحترافية ب20 نقطة من أصل 8 ديال الماتشات، يعني أداء محلي قوي بزاف. ولكن من جهة أخرى الإقصاء الإفريقي، داك الشيء اللي بغيت نقول، الفريق يلاه عاش زلزال رياضي حقيقي، إقصاء قاسي جدا من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام أولمبيك أسفي، يعني تعادلوا 2-2 و3-3 في المجموع، وهذا الأقصاء ما دازش عادي نهائياً. لا، داز بصداعه. شفنا إقالة سريعة جدا للمدرب أمين بن هاشم والتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون نهار 25 مارس 2026 باش يعوضوا. وهذه الأحداث المتصارعة هي اللي كتطرح زعما الإشكالية المركزية ديالنا اليوم. واش الثقافة الجماهيرية العميقة والالتزام السوسيو-سياسي ديال ألترا وينرز 2005 كتعتبر هو المحفز الأساسي للنجاح الرياضي والمناعة المؤسساتية ديال الفرقة؟ وهنا فين كاين نقاش، واش هاد الضغط الهائل والتركيز على القضايا المجتمعية الكبرى كيخلق واحد البيئة غير مستقرة كتأثر سلبا على المشروع الرياضي وكتدفع الإدارة لقرارات متسرعة باش تراضي المدرجات. أنا كنشوف باللي هاد الهيكلة الجماهيرية والارتباط العميق بالقضايا هما الوقود الحقيقي اللي مخلي الوداد في القمة. أنا متفقة باللي كاين شغف، ولكن كنعتقد باللي هذا الضغط والتقلبات في الأولويات الجماهيرية كيخلقوا بيئة متوترة كتفرض قرارات انفعالية وكتأثر على الاستقرار في اللحظات الحاسمة. شوف، باش نوضح هاد الرؤية ديالي خصنا ضروري نرجعوا للعمق التاريخي ديال هاد النادي. الوداد ماشي غير شركة رياضية ولا فرقة كتلعب كرة في الويكاند. الوداد هو فريق الأمة. متفقة على هذا البعد التاريخي، ولكن بلاتي نكمل الفكرة ديالي. هاد النادي تأسس في 1937 في عز فترة الحماية الفرنسية، وبدأ بقسم السباحة باش يعطي للمغاربة حق ممارسة الرياضة. هاد الجينوم ديال المقاومة والرفض هو اللي وارتينو ألتراس وينرز اللي تأسسوا في 2005. التاريخ كاين. وحنا ما كنهضروش على مجموعة عادية، حنا كنهضروا على مؤسسة حقيقية فايتة 18,000 عضو وعندها امتداد عالمي بحال فروع فلاش جولد كانتيننت في أوروبا ودراغونز لانز في آسيا. هادو ناس كينظموا حملات كبرى للتبرع بالدم وقوافل تضامن مع ضحايا الزلزال الحوس. عمل جمعوي مهم ما يمكنش نكروه. داكشي علاش ملي كيكون عندك هاد الانتماء العميق، أي لاعب كيلبس طوني الوداد كيولي مضطر يتقاتل ويخرج كاع الجهد اللي عنده باش يحافظ على الصدارة في الطولة، حيت في العقل اللاواعي ديالو هو عارف راسو كيمثل الأمة ماشي غير نادي. كنفهم هاد الشغف وكنحترم بزاف هاد البعد التاريخي والاجتماعي اللي هدرتي عليه، هادي حقيقة ما نقدروش نختلفوا عليها. ولكن كاين واحد الجانب مظلم في هاد القوة الجماهيرية اللي ما كنردوش ليه البال. هاد الضغط ملي كيفوت القياس وكيولي مسيس كيتحول لواحد العبء ثقيل كيهدد المشروع الرياضي. عبء؟ كيفاش زعما؟ أنا نشرح ليك. خلينا نكونوا عمليين ونشوفوا شنو وقع في أكتوبر 2025 مع حركة جين زاد. هذه واحد الحركة اجتماعية قادوها الشباب للاحتجاج على التفاوتات الاجتماعية، وطالبوا بتوجيه ميزانية الدولة لقطاعات حساسة بحال الصحة والتعليم. بلاص التركيز على الاستثمارات الرياضية. تماماً، بلاصة الاستثمارات اللي مرتبطة بكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وشنو وقع هنا؟ الويلنرز قرروا يعلقوا التشجيع ديالهم في المدرجات تضامناً مع هذه الحركة.
وهذا موقف يحسب لهم صراحة. يقدر يكون موقف زوين سياسيا، ولكن رياضيا هنا كيبان لك التداخل الخطير. الفرقة اللي كتحتاج دعم جماهيري في ماتشات حاسمة باش تربح النقاط كتلقى راسها فجأة بوحدها كيلعبوا في تيران سيركوت، حيث الأولتراس عندهم أولويات سياسية في هذيك اللحظة بالضبط. فهمتك. وهاد الانقطاعات كينتج عليها واحد الضغط كبير كينفجر في الأخير في قرارات إدارية متسرعة. الإدارة كتولي تابعة لردود فعل المدرج، خايفة من هاد الكتلة، وهاد الشيء اللي كيفسر علاش المدربين كيطيروا بمجرد ما كيوقع أول تعثر. بلاتي، كان فهمت التخوف ديالك، ولكن واش عمرك فكرتي في الميكانيزم الحقيقي ديال هاد الضغط؟ واش هو فعلا ضغط كيدمر ولا طاقة إيجابية خارقة؟ طاقة خارقة، أنا كنشوفو ضغط سام. لا، باش نجاوبوا خلينا نرجعوا للشهادة ديال داك صانع المحتوى الليتواني اللي حضر الماتش ديال الوداد مؤخرا. السيد كان واقف مذهول، قال باللي هذه أحسن وأجن أجواء كروية شافها في حياته، وهاد الأجواء بالضبط هي اللي كتصنع المعجزات الكروية. الأجواء زوينة، ولكن خليني نعطيك مثال. في ذاك الماتش الوداد ماركا بينانتي في الدقيقة 98 عن طريق حكيم زياش. تخيلي معايا سيكولوجيا ديال اللاعب هاز كرة في الدقيقة 98، العياء، الضغط وكل شيء كيتسناه يضيع، ولكن مني كتسمع ديك 40,000 حنجرة كتغوت بصوت واحد، الأدرينالين كيطلع في الدم لواحد المستويات غير طبيعية. بصح الأدرينالين كيطلع، ولكن هذاك الجمهور كيدفع الكرة للشبكة دفعا. هادشي اللي كيفسر علاش الوداد هو النادي الأكثر تتويجا في المغرب. لقاو الخلطة السحرية باش يحولوا هذا الضغط لطاقة تنافسية شرسة. حبسني هنا عافاك، حيت هذه نقطة مفصلية وأنا الصراحة ما متفقة معاك فيها نهائيا. كنشوف بلي هاد النظرة رومانسية بزاف وما كتعكسش الواقع الفيزيولوجي ديال اللعابة. رومانسية؟ راه هادشي شفناه بعينينا في التيران. كتهضر على الأدرينالين، ولكن واش فكرت في التأثير العكسي ديال هاد الضغط الهائل؟ علميا ملي الإنسان كيتعرض لضغط نفسي كبير الجسم كيفرز الكورتيزول، وهذا الشيء كيدخل الدماغ في حالة ديال القتال أو الهروب. اللاعب كيفقد القدرة على التركيز وكيفقد التحكم في العضلات الدقيقة اللي محتاجها باش يدير قرارات تقنية صحيحة. زعما كيتبلوكا تماما. وخلينا ناخدو الإقصاء ضد أولمبيك أسفي كمثال عملي. الماتش كان مشحون بزاف. في الدقيقة 24 الحارس المهدي بن عبيد ارتكب خطأ بدائي جدا، عرقل المراجم وخرج بطاقة حمراء خلات الفريق تكمل ب10 اللعابة. هادشي ماشي حيت بن عبيد ما كيعرفش يلعب، هادشي حيت دماغه تبلوكا تحت داك الضغط. متفق معك، هذه كانت لقطة خايبة. والأسوأ من هادشي كاملو هو الحارس البديل عبد العالي المحمدي. السيد دخل التيران وهو عنده كسر في الضلعة ومشكل في الرئة. طبيب النادي صرح بلي المحمدي أصر يكمل وخا الطاقم الطبي طلب منه يخرج. وهذه راه كتبين الرجولة والقتالية ديال اللعابة. واش هذه بطولة؟ لا، هادشي سميتو الرعب. اللاعب كيولي خايف من ردة فعل الجمهور، خايف يتقال عليه باللي تخلى على الفرقة في ماتش حاسم. هذا الضغط اللي كتمجدو كيدفع اللعابة يغامروا بالسلامة الجسدية ديالهم وكيدمر التركيز التكتيكي. شوف، هذه نقطة قوية، وما نقدرش ننكر باللي كاينين لحظات فين الضغط كيعطي نتائج عكسية على مستوى الأفراد. حوادث بحال ديال بن عبيد أو المحمدي كتبقى واردة، ولكن أنا كنشوف باللي هاد الحوادث الفردية ما كتهدمش الهيكل كامل. كيفاش ما كتهدموش؟ القوة الحقيقية ديال أي مؤسسة ما كتبانش فاش كيكون كل شيء مزيان، بل كتبان في القدرة ديالها على التعافي السريع أو ما يسمى بالمناعة المؤسساتية. رغم هذا الإقصاء ورغم الطرد والكسر، الوداد حاليا شاد الصدارة ديال البطولة بفضل الجودة الفردية. لا، الفرقة مسجلة 14 هدف وما خسرت حتى شي ماتش من أصل 8. هادشي ماشي صدفة، هادشي كيعني باللي السيستم ديال النادي قوي وكيمتص الصدمات. هاد الثقافة كتخلي اللعابة الكبار بحال زياش وأمرابط يتشربوا عقلية ديال عدم الاستسلام. أي تهاون مرفوض تماما. شوف، أنا كنفهم فكرة المناعة المؤسساتية، ولكن الصراحة ملي كنحلوا كيفاش كيتخذوا القرارات في الإدارة ديال الوداد كيبان باللي هذا الاستقرار اللي كتهضر عليه هو استقرار هش ووهمي. استقرار هش وهما في الصدارة. الإدارة كتعيش فرع يومي. تخيل معايا الأولتراس بحال شي محرك ديال سيارة فورميلا 1، محرك فيه قوة خيالية، ولكن الإدارة بحال شي شاسي ديال الطوموبيل عادية.
تشبيه زوين هذا. ملي كتركب محرك ديال فورمولا واحد في سيارة عادية وتقطع بها فيراج بسرعة، السيارة غتبدا ترعد وتقدر تفرطط. هادشي بالضبط اللي موقع للوداد. المدرب أمين بن هاشم كان بادي مشروع وصرح باللي رجوع زياش ومرابط تأكد، ولكن بمجرد ما صفر الحكم في ماتش آسفي، الإدارة دخلت في حالة بانيك. الإدارة غير تجاوبت مع الوضعية. في ظرف أيام قليلة جابوا باتريس كارتيرون. البيان ديال النادي قال بلي الغرض هو إطلاق دينامية جديدة، ولكن في الكواليس هذا قرار باش يمتصوا غضب المدرجات ويسكتوا الوينرز. الإدارة ضحات بالمدرب ككبش فداء. هاد التسيير الانفعالي هو اللي كيخلي داك الشاسي يتهرس في كل أزمة. شوف باللي هذاك المحرك القوي هو اللي كيفرض على ديك السيارة أنها تطور الشاسي ديالها باش تواكب السرعة. التغيير السريع ماشي بالضرورة دليل على ضعف، ولكن راه كيخلق عدم استقرار تكتيكي. هو دليل على دينامية عالية. نادي ما كيرضاش إلا بالمركز الأول. ولكن خلينا نتعمقوا أكثر في المحور الثالث اللي هو قلب هاد الثقافة، الالتزام السوسيو-سياسي ديال الوينرز. هادشي راه ما كيتعلقش غير بالكرة. هما ديما عندهم رسائل في المدرجات. ملي كتشوف جمهور كيرفع تيفوات تضامنية مع فلسطين أو مع السودان، بلافتات كتساءل واش على قبل الذهب كيتقتل الإنسان أو لا التيفو التاريخي ديال 2015 اللي خلد المسيرة الخضراء. هادشي كيعطي القميص الوداد واحد الوزن ثقيل بزاف. الشعار ديالهم واضح: حملوا قميص الوداد شرف وتبليله واجب. كلمة زوينة، ولكن هاد البعد السياسي كيرفع النادي من مجرد جمعية لرمز وطني. اللاعب كيحس براسو كيمثل صوت ديال الملايين، ماشي غير كيلعب على بريم لا ماتش. هاد الروح هي اللي كتخلق أبطال حقيقيين. هاد الكلام شاعري وزوين يتسمع وكيعطينا صورة مثالية على قوة كرة القدم، ولكن الصراحة في الواقع هاد الالتزام كيخلق واحد تناقض هيكلي خطير في قلب المشروع الرياضي. تناقض كيفاش؟ الدور الأساسي ديال أي نادي احترافي اليوم هو يربح الألقاب ويشارك في تظاهرات كبرى بحال كأس العالم للأندية. باش توصل لهذا المستوى كتحتاج استثمارات ضخمة، فلوس، مستشهرين. ولكن في المقابل شنو لقينا في حركة جين زد؟ الجمهور خرج كيعارض هذه الاستثمارات الرياضية بالضبط. حيت بغاو الفلوس تمشي لقطاعات أخرى بحال الصحة. تماما، رفعوا شعارات ديال لا تعليم لا دواء وكيبقاو أحسن من الميزانية. هنا النادي كيلقى راسو مشتت. كيفاش بغيتي الإدارة تبني فريق عالمي قادر ينافس في الوقت اللي الجمهور كيحارب المنظومة المالية اللي كتخلي هاد الشيء ممكن؟ هاد التسييس كيخلق هوة كبيرة بين طموح النادي الرأسمالي وقناعات الجمهور الاحتجاجية. اللاعب والإدارة ما كيعرفوش واش هما في مؤسسة باغا تربح عصبة الأبطال ولا في حزب سياسي باغي يغير المجتمع. شوف هنا فين كاين الاختلاف الجوهري بيناتنا. هاد التناقض اللي كتهضري عليه هو بالضبط سر التفرد ديال الوداد، هو اللي كيخليه نادي حي كيتنفس مع المجتمع. ملي المدرج كيتبنى هاد القضايا، هادشي كيبين باللي الوينرز ماشي غير روبوتات كيغنيو ويمشيو في حالهم. هنا انعكاس للنبض ديال الشارع المغربي. ولكن راه هادشي كيأثر على التنافسية ديال النادي في النهاية. بالعكس، هاد الوعي السياسي كيعطي مناعة للنادي باش ما يتحولش لمجرد شركة بلاستيكية بحال بزاف ديال الأندية في أوروبا اللي فقدات الروح ديالها. هاد القوة الجماهيرية واخا كتخلق ضغط، هي التفسير الوحيد لكون الوداد دائما منافس شرس في المغرب. الفكرة ديال الرقابة الجماهيرية مهمة، متفقة معاك، ولكن المشكل هو ملي هذه الرقابة كتتحول للتدخل مباشر في القرارات التقنية. ملي كتدخل للتيران الخصم ما كيهموش واش انت كتحمل رسالة سياسية ولا لا، اللي كيهم هو شكون مركز أكثر ومستعد تكتيكياً. الكرة فيها الجانب النفسي حتى هو. وإليه، ولكن القوة الجماهيرية ملي كتفوت الحدود وتتداخل فيها السياسة كتخلق بيئة رياضية سامة. الإقالات المتتالية، الرعب ديال الحراس والتناقض في المطالب، هاد شي كينتج بيئة غير مستقرة. الاستدامة الرياضية الحقيقية كتحتاج هدوء تكتيكي وإدارة عقلانية قادرة تاخد قرارات باردة في لحظات الغضب، ماشي تسير تحت تهديد البلاغات. من الواضح أننا كنشوف هذا التأثير من جهة زوايا مختلفة تماما، ولكن زعما كنظن باللي كاين واحد النقطة كنت تتفقوا عليها بجوج، وهي أن حجم وتأثير الجماهير في نادي الوداد وتحديدا وينرز 2005 كيشكل ظاهرة فريدة من نوعها. أكيد داك الشيء اللي كاين، ما يمكنش لشي واحد يشكك في كون الوداد كيملك واحدة من أقوى وأعقد القواعد الجماهيرية.
الخلاف ديالنا كيبقى في الطبيعة ديال هاد التأثير، واش كيخدم الاستدامة الرياضية ولا كيضر الهيكلة بقرارات انفعالية؟ وهذا النقاش العميق كيخلينا نعاود نفكروا في العلاقة المعقدة بين الأندية الكبيرة والمجتمعات ديالها. الكرة عمرها ما كانت مجرد لعبة ديال 22 لاعب، هي مراية كتعكس التحولات. هاد الدينامية غتبقى مستمرة وغتزيد تتطور. كنشكركم على المتابعة ديالكم لهاو النقاش المفتوح، وكنخليو هاد التساؤل بينكم وبين رأسكم. تبارك الله عليكم.